بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل أحلى 3 وصفات للسحور إن شاء الله، تعتمديهم على طول وتعمليهم في السحور لولادك. وصفاتنا النهاردة وصفات بطاطس سهلة جدا وممتعة، وإن شاء الله هتبقى خفيفة وباردة، مش هتكون بتعطش ولا حاجة. عشان في ناس قالت لي الفيديو اللي فات إن الطريقة دي هتبقى حامية قوي علينا في الصيام، فأنا فكرت إن أنا أعمل لكم النهاردة 3 طرق هيبقوا باردين وحلوين كده في الصيام، مش هيعطشوكي خالص. اول وصفة معانا، اول حاجة قبل ما نبدأ الوصفة الاولى، نقطع كل كمية البطاطس اختصارا للوقت، ونحطها كده في اي حلة عندنا ونسلقها على البوتاجاز. آه، وبعد ما تتسلق نخش بقى على اول وصفة. عندك بقى اي مادة دهنية انت بمقدرتك، سمنة بلدي، سمنة سايحة، زبدة، سمنة نباتي، زيت، انت ومقدرتك يا حبيبتي. بس طبعا مستحب في الصيام دوت تكون سمنة بلدي عشان تقويكي انت والاطفال شوية. هنحط المادة الدهنية بس تسيح معانا، ننزل بالبطاطس عليها عشان ناخدها تشويحة خفيفة كده، ونشوحها كويس مع بعض، وننزل بالمكون التاني 3 4 بيضات مسلوقين ومتقشرين، نشوحهم برضو معاها دقيقة، وبعدين ننزل عليهم بقرن كده فلفل بارد. لو حابة تحطيه حراق براحتك حطيه، بس يعني الصيام بيبقى عايز الحاجة باردة عشان الأطفال حرام يعني يكونوا هيصوموا وياكلوا حراق، فاحنا نحطه بارد. ونحط بس ربع معلقة كده من الكمون، ننكه بس الأكلنا كده ببعض البهارات البسيطة خالص، مش هنحط كميات كبيرة لأ. ونص معلقة من الملح على حسب كمية البطاطس اللي معاك. تشوحيهم كويس لحد بس ما ريحة الكمون تطلع، وتبدأي تهرسي بقى في البطاطس بتاعتك هي والبيض بالهراسة كده، او بايد مدقة عندك او باي حاجة. هرسي بطاطسك وبيضك وبس، هنقلبهم تقلبتين كده بعد الهرس دوت في الطاسة على النار. وكده خلصت اول وصفة معانا، ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتعجب ولادك قوي، هيعشقوها كل يوم عايزين منها في السحور. بدل الفول بيبقى تقيل شوية، وصفة البطاطس دي هي والوصفتين الباقيين ان شاء الله يعجبوك. دي اول وصفة للبطاطس بالبيض يا بنات، بيكون البيض فيها مسلوق، بس يا ريت رجاء ما تسلقيش البيض مع البطاطس في حاجة واحدة، عشان كده غلط. المفروض كل حاجة، كل نوع منهم يعني بنحط في حاجة لوحده، لأن القشر بتاع البيض فيه مادة سامة. هنغرف مع بعض أول وصفة جميلة جدا ومفيدة جدا ومغذية للأطفال وهتشبعهم قوي، وبألف هنا وشفا يا رب. تعالوا بقى نروح على تاني وصفة. شوفي بطاطس جميلة، ما تقوليش ان هي بطاطس، لا، حاجة كده جميلة قوي. تاني وصفة بنحط برضو المادة الدهنية بتاعتنا على النار، زي ما تحبي برضو، ونفقش فيها 3 4 بيضات زي ما تحبي، على حسب كمية البطاطس وعلى حسب مقدرتك. طبعا يفضل برضو المادة الدهنية تكون سمنة سايحة أو زبدة أو كده يعني، تفهمين. هنا فقشنا البيض نشوحه كويس كده مع بعض، وعليه شوية فلفل أسود علشان خاطر لو في زفرة ولا حاجة، وشوية الملح، وبس شعرة كمون، وعلى البطاطس على طول على الطاسة بتاعتنا، ونشوحهم مع بعض كويس في ثواني كده. ادي الكمون بتاعنا والملح بس، متحطيش حاجة تاني. ممكن تحطي بقى قطعة من الفلفل البارد زي ما انا عملت كده، مش حابة براحتك.
وبالهراسة نهرس البطاطس بتاعتنا بالبيض. دي اختصارا لسلق البيض. في ناس ما بتحبش تقعد تسلق وتقشر في البيض، فالطريقة دي سهلة جدا وسريعة، مش هتخليكي تاخدي وقت خالص في هرس البيض او في سلقه. سامحوني، هنا ابني هزلي التليفون وانا بصور فما اخدتش بالي يعني، فهظبطه دلوقتي. هنا خلصنا كل البطاطس بتاعتنا هرس، شوحناها دقيقة واصبحت جاهزة معانا. دي تاني وصفة برضو جميلة جدا ومفيدة واختصارا للوقت، بتعمليها بالطريقة دي. تعالوا بقى اما نروح لتالت وصفة. تالت وصفة معانا الطاسة فيها المادة الدهنية برضو. حطيت برضو قطعة من السمنة او الزبدة، وجبت كده البطاطس وهروح بيها ان شاء الله على المادة دي على طول. الوصفة دي هتكون سادة كده، بطاطس سادة كده من غير بيض ومن غير اي حاجة، بس بصراحة بتطلع تحفة. جربوها وبإذن الله تعجبكم اوي. بس انا عاملاها بسمنة سايحة، فعشان كده طعمها جميل اوي. انتوا بقى براحتكم، هتشوحيها كده في السمنة السايحة. تحط عليها بس ربع معلقة من الكمون والملح. وفي حاجة كمان هنحطها عليها عشان تخلي لونها حلو كده معانا ويفتح نفس أطفالنا. أنا هحط لها نص معلقة من البابريكا أو الشطة الحامية زي ما تحبي، بس طبعا احنا في الصيام فمش هينفع نحط شطة حامية عشان الأطفال، فهنحط بابريكا. هتديها لون حلو كده وبرضه تعزز الطعم معانا شوية. أحلى 3 وصفات للبطاطس تعتمديهم في السحور وتسجليهم عندك. وصفات سهلة وبسيطة وسريعة، مش تاخد وقت منك خالص. كل حبايبي وكل البنات اللي لسه ما بيعرفوش او لسه متجوزين جديد ومش عارفين الدنيا هتمشي معاهم ازاي، دي حاجات بسيطة قوي، استفيدي منها واعتمديها وان شاء الله هتعجبك او تنفعك. اهرسي كل الكمية، شوحيها كويس على النار عشان تاخد كل نكهة الزبدة السايحة دي. وبس كده البطاطس الوصفة التالتة خلصت معانا. هنغرفها مع بعض. جميلة برضو وحلوة ولونها جميل وتفتح نفسنا ونفس ولادنا ان شاء الله. يا رب لو وصلت معايا لحد هنا كده في النهاية طبعا ان شاء الله هتوصلي. اشتركي معايا في القناة يا حبيبتي وحطي لي اللايك عشان يوصلك كل فيديوهاتي وتعليق حلو منك. وتعالي شوفي بقى بطاطسنا بعد ما غرفتها كلها. الوصفة الأولى اللي هي بالبيض المسلوق، الوصفة التانية اللي هي بالبيض المطقش، الوصفة التالتة اللي هي سادة وشرايح فلفل باردة كده حواليها علشان خاطر تفتحي نفس ولادك على السحور. يا رب اكون عجبتك وتكون استفدت مني باي حاجة واكون خفيفة على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.